سهلا فيك عبد الله، خبرني أول شيء كيف أجواء المعسكر؟ أهلا فيكم ومساء الخير ومسي عليكم. الحمد لله يعني أجواء المعسكر أجواء جدا رائعة والأمور على أحسن ما يرام، اللهم لك الحمد. طيب كيف وضعكم مع المدرب الجديد رامون دياز؟ هل تأقلمتوا معه؟ شو التغييرات اللي صارت من لما هو استلم لهلا؟ والله السيد رامون مدرب على مستوى عالي صراحة، في أشياء كثيرة غيرها ولو ما زال يعني ما زال في أشياء يريد يغيرها، وإن شاء الله مع الأيام برضو نستفيد أكثر مننا، مدرب كبير ونقدم اللي يطلبه مننا ويكون على أكمل وجه إن شاء الله. طيب لحد الآن شو في طلبات أنتم حسيتوها أو أشياء يعني استهجنتوها أول فترة بعدين تعودتوا عليه؟ والله شوف، هو يعني ينتهج الأسلوب الهجومي أكثر، يعني المدرب السابق كان لا عكس أقل بشوي، لكن هو ما شاء الله يعني يحب الأسلوب الهجومي أكثر، وبالعكس احنا تأقلمنا مع الشيء هذا على طول، يعني بنفضل الشيء هذا احنا. شو بينقص الهلال هلا حتى ياخذ لقب الدوري أو كأس خادم الحرمين الشريفين؟ والله الحمد لله احنا ما ناقصنا شيء، عندنا محترفين على مستوى عالي، مدرب على مستوى عالي، لعيبه محليين ما شاء الله تبارك الله نشوفهم يمثلون المنتخب. اللي نحتاج في اشياء احنا المفروض نبادر فيها كلاعبين، يعني مضاعفه الجهد، الاستمراريه في الاداء على رتم واحد، ما يكون مباراه فوق مباراه تحت، وان شاء الله بتكاتف الجميع ان شاء الله نحقق كل المطلوب منا ان شاء الله. طيب شو هو النادي اللي بتعتبره الفريق المنافس الأقوى للهلال؟ والله في أندية منافسة، خاصة الموسم هذا يعني نشوف الأندية متقاربة جدا، الأهلي، الاتحاد، النصر، الكل له فرصة يعني في تحقيق الدوري، لكن إن شاء الله الكلمة تكون لنا إن شاء الله ونقدر على كل شيء إن شاء الله. طيب عبد الله، في انباء يعني او شائعات انه حتغادر البيت الهلالي على سبيل الاعاره، هل هذا الخبر صحيح او لا ولوين؟ والله هذا كلام كان صاير في الفترة السابقة اللي هي في الفترة الصيفية، وبعد كذا يعني جلست أنا والإدارة وكذا وتناقشوا معي وفضلت البقاء، هم أيضا فضلوا البقاء، وخلاص الحين مستمر في الاستمرار والحمد لله. الحمد لله. طيب عبد الله، انت من لما انضميت للهلال يعني لسه لحد الان ما ثبتت اقدامك كلاعب اساسي، شو السبب؟ والله هي ما في معوقات اكيد يعني الحمد لله، بس انا بديت مع الطريق الاولمبي، السنه اللي بعدها انضميت الفريق الاول، قدام بديت امشي في الطريق الصحيح، بعد كذا تعرضت لاصابه يعني غبت تقريبا 9 شهور، هي اعتقد اخرتني، ما هي عذر لكنها اخرتني كثير، والحمد لله انا الان قاعد ارجع، اخر مباراه شاركت فيها كاساسي، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. طيب مين من اللاعبين بالهلال هو اللاعب الاقرب لك حاليا؟ حاليا والله الكل قريب، لكن حاليا في عبد الله الحافظ ومحمد البريك هم الاقرب يعني. طيب لو لم يكن عبد الله هلالي لاي نادي ممكن ينتمي؟ والله انا بدايتي في الشباب، فاعتقد لو ما كنت هلالي فاكون شبابي يعني تقريبا. مين بيقدم لك اكبر دعم بمسيرتك الكرويه؟ هلا اكيد كل اخوانك، ولكن يعني من بعد فضل الله وجهدك مين اللي اكثر حدا هو حمسك وشجعك؟ والله في كذا شخص يعني، سواء مدربين او كانوا عندنا مدرسين رياضه في المدرسه، وايضا مع اخواني يعني كانوا دائما يحفزوني، يصححون الاغلاط اللي تصير لي، يتابعون مبارياتي في الناشئين والشباب، لكن كذا اعتقد في مدرس كان في المدرسه كان مهتم اكثر وكان يحرص علي اني انا اكون لاعب كوره.